لينا مدة ما نزلناش فيديوهات. الفترة الأولى كانت عدت 5 شهور وما نزلتش فيديو، وبعدين نزلت فيديو وعدى شهر وما نزلتش أي فيديو تاني. فالمرة الأولى لما قطعت لمدة 5 شهور كان هو السبب الشائع اللي هو الدروس والامتحانات والمدارس، ومدة الشهر ده اللي قطعتها كانت لظروف صحية. لو أنت متابعنا على انستجرام هتعرف الكلام ده، بس ما علينا. يعني إن شاء الله هعوضكم فيديوهات جبارة. مجهز لكم يا جماعة كمية فيديوهات نار هتنزل الفترة الجاية. فبس يلا ندخل على القصة التانية. النهاردة هتكلم على قصة غريبة، قصة مختلفة ممكن أول مرة تسمعها في حياتك. القصة دي أسطورة حصلت من زمان، بس الغريب إن احتمال تكون حقيقية. بس قبل ما أبدأ القصة، الناس اللي مش مشتركة في القناة يا جماعة تشترك، لأنه بنسبة 75% بيتفرج على الفيديوهات ومش مشتركين. يعني ال 75% دول لو اشتركوا هنوصل ل1000 مشترك بدري، فرجاء نشترك. فمن غير ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ القصة. بس قبل ما نبدأ القصة شوف لك أي حاجة تاكلها وأي حاجة تشربها، وحط الهاند فري واقعد في مكان هادي، ويلا بينا نبدأ القصة. سينمائي محتاج اركب عدساتي على الهادي، دماغي نضيفه في الاغاني، ده اساسي حرق بجد مش كنتاكي، ده وسابي لسه بتقولي كاني ماني وبتهاتي، هبيتك في دواساتي، دي اخلاقي شايفكوا دايما على شمالي، عبد الشافي حاسس اني سايق كواساكي، كواساكي شوف البلاوي جوا شاتي، دي حياتي. على مر التاريخ وعلى مر الزمان شهرت شخصية غريبة، شخصية كانوا بيسموها الناس السفاح الأرنب. تسمت بالاسم ده لأنها كانت عبارة عن قاتل أو سفاح بيعمل جرائمه بلبس أرنب. والشخصية دي وقتها كانت جدا مشهورة لدرجة إنه عملوا منها ألعاب وأفلام إلخ، وتعتبر جدا قديمة لأنها كانت موجودة في عام 1970، يعني قبل أكتر من 50 سنة. ومع ذلك ولحد الآن مشهورة، وفي أكتر من قصة وأكتر من رواية عن الرجل أو السفاح الأرنب. ولكن في قصة واحدة تعتبر منطقية، أو القصة اللي تتصدق من بين باقي القصص. القصة دي حصلت في مقاطعة فيرفاكس في ولاية فرجينيا عام 1970. الولاية دي كان فيها مستشفى مجانين، والمستشفى دي موقعها كان جاي في مكان غلط، فكانت مسببة مشاكل للسكان اللي هنا. على حسب كلام السكان إن المستشفى دي كانت قريبة من بيوتهم، يعني مثلا أهل بيت في وش المستشفى على طول. فهم كانوا خايفين إنه في يوم من الأيام يطلع مريض أو مجنون من المستشفى دي ويسبب لهم مشاكل، والفكرة دي كانت مسببة لهم خوف مش طبيعي. فقالوا مفيش إلا حل واحد، وهو إن المستشفى دي تتقفل أو تتنقل من مكانها في أسرع وقت ممكن. في البداية كان في شوية مشاكل ما بين السكان اللي هناك وإدارة المستشفى، فأهل الحي كانوا عاوزين المستشفى تتقفل، وإدارة المستشفى كانت ترفض، لحد ما في الآخر المستشفى اتقفلت خلاص. فبعد ما المستشفى اتقفلت خلاص كان في مهمة صعبة لازم يعملوها، والمهمة هي انهم ينقلون كل المرضى اللي هناك الى موقع المستشفى الثاني. وفعلا ده اللي حصل، فاخذوا كل المرضى اللي هناك وحطوهم في حافلة واحدة على اساس انهم ينقلوهم للموقع الثاني. بس المشكلة مش هنا، المشكلة ان المرضى دول مجانين، وانا لما اقول لك مجانين يعني ممكن يقتلوا او يعملوا حاجات خطيرة. فاللي حصل انه السواق بتاع الحافلة انحرف عن الطريق وعمل حادث، كل المجانين اللي كانوا في الحافلة هربوا. فالوضع كان جدا سيء، واتصلوا على الشرطة على اساس انها تدور عليهم. بس الكويس في الموضوع ان الشرطة قدرت تلاقي كل المجانين وقدرت تمسكهم الا واحد بس. الشخص ده اللي ما قدروش يمسكوه كان باسم دوغلاس جريفن. دوغلاس جريفن ده بعد الحادث اختفى تماما، الشرطة ما لقيتهوش خالص، زي ما بيقولوا فص ملح وداب. مرت ايام ومرت اسابيع، ولحد الان محدش يعرف المجنون ده اختفى فين، ولا حد يعرف راح وين، مع ان الشرطة قلبت عليه الدنيا ودورت في كل مكان. فدورت عند موقع الحادث والمكان اللي كان قريب منه، عملت بحث في كل المنطقة، ولكن للأسف ما لقيوش حاجة. في الوقت ده الناس زي ما تقول ابتدت تنسى الموضوع، وبطلوا يدوا اهتمام للموضوع زي الأول، لحد ما في يوم من الأيام حصلت حاجة جدا غريبة خلت كل أهالي الحي يبلغوا الشرطة ويخافوا مرة تانية. اللي حصل إنه كان في جثث أرانب ابتدت تطلع في الغابة، ابتدت تطلع بشكل أكتر في المكان اللي حصل فيه الحادث، والجثث دي كانت تطلع في كل مكان بشكل مبالغ فيه. يعني واضح جدا إنه في شخص السبب في كل ده، وما حصلش من نفسه أو عن طريق الصدفة. وأغلب الإشاعات اللي كانت تطلع وأغلب الناس كانت تقول إنه المريض العقلي دوغلاس جريفن هو اللي كان يتسبب بمقتل الأرانب دي. والمشكلة إن الموضوع ما وقفش على الأرانب وبس، الموضوع اتطور أكتر لما جاء عيد الهالوين. فالأطفال باختصار في الوقت ده من السنة هتلاقيهم معبين الشوارع وهتلاقيهم في كل مكان. فاللي حصل إنه في يوم من الأيام نفس المكان اللي لقوا فيه جثث الأرانب لقيوا فيه أطفال ومجموعة من الناس كانوا ميتين. يوم بعد يوم الجرائم كانت تكتر، وبرضه جثث الأرانب كانت تكتر. يعني زي ما تقول إنه في سفاح في المنطقة أو حاجة زي كده، يعني مستحيل اللي بيحصل ده يكون عن طريق الصدفة. ففي الوقت ده ابتدت تنتشر الإشاعات
بس الغريب في الموضوع الاشاعات اللي كانت تطلع كانت تقول نفس الكلام ونفس اللي بيحصل بالظبط. يعني اغلبهم كان بيقول انهم كانوا يشوفوا رجل بيلبس لبس ارنب وبيرتكب نفس الجرائم بالظبط، سواء على اطفال او على ارانب. ومن هنا تبتدي اسطورة السفاح الارنب. أغلب الجرائم اللي كان يرتكبها السفاح الأرنب كانت تتركز في منطقة واحدة بس، اللي هي عند الجسر. الجسر ده اتشهر باسم باني ماني بريدج أو جسر السفاح الأرنب، لدرجة إنك دلوقتي لو تدخل على جوجل وتبحث هتلاقي نفس الاسم بالظبط. يعني أنت متخيل معاي إنه كان يقتل أرانب ويقتل ناس ويعلقهم على الجسر ده؟ يعني كلمة سفاح ومجنون دول قليلين. واللي يخلي الموضوع غريب أكتر إنه في مؤرخ اسمه براين. المؤرخ ده بيقول إنه بحث في تاريخ السفاح الأرنب، ومن أغرب القصص اللي لقاها هي قصة حصلت في يوم 19 أكتوبر. والقصة دي كانت بتتكلم عن ولد وبنت كانوا راكبين عربيتهم ومسافرين، كانوا ماشيين على الطريق وكان الوقت متأخر شوية، كان بعد منتصف الليل. فالعربية عطلت فجأة واضطروا انه يوقفوا العربية في نص الطريق، فكان في مشكلة في المحرك او حاجة زي كده. فالمشكلة اللي كانت في العربية ما كانتش مشكلة كبيرة، كانت يعني مشكلة عادية وبسيطة، فعلشان كده كانوا يقدروا يصلحوها بنفسهم وما يطلبوش مساعدة من حد. فبعد كده فترة هم شغالين يصلحوا في العربية، جاهم شخص شكله جدا غريب، كان شغال يزعق لهم يهددهم بدون سبب، وكان شغال يقول لهم انتوا في منطقتي ولازم تركبوا عربيتكم وتمشوا حالا. وفي نفس الوقت كان ماسك فأس في ايده شغال يكسر في عربيتهم وبيقول لهم لازم تركبوا عربيتكم وتمشوا من هنا حالا. الشخصين دول اترعبوا وابتدوا يحسوا ان الشخص ده فعلا مريض عقلي مش بيهزر. فبعد ما شافوا ان الموضوع جدا خطير صلحوا عربيتهم ومشوا بسرعة وراحوا على طول على اقرب مركز شرطة. بس المشكلة مش هنا، المشكلة لما الشرطة قلت لهم وصفوا لنا شكل المجنون اللي شفتوه ده، فقالوا وصفه كالتالي: راجل كبير ولابس لبس أرنب وماسك في ايده فأس. والوصف ده يرجع لنفس السفاح اللي كانت تشوف الناس في الأول. القصة دي انتشرت في كل مكان، كل الجرايد ابتدت تتكلم عليها. يعني على سبيل المثال زي الجريدة دي: الرجل الأرنب يضرب من جديد في فرجينيا. الظهور الأول للسفاح الأرنب كان قبل أسبوعين عندما حطم زجاج السيارة الأمامي بالفأس، وأخبر الزوجين الموجودين بالداخل أنهما تعديا على ممتلكات الغير. كان رجل يبلغ طوله 185 سنتي في ثياب أرنب. والعنوان والشرح ده يثبت القصة اللي قلت لكم عليها قبل شوية، لكن الموضوع ما يوقفش هنا، لأنه في قصة تانية حصلت في نفس الوقت وفي نفس السنة بالضبط. الرجل الأرنب يهجم مرة أخرى على حارس أمن. في يوم من الأيام أتى رجل أمن إلى الشرطة وأخبرهم أنه رأى شخص يرتدي ملابس أرنب ويحمل بيده فأس. حارس الأمن كان خائف جدا وأخبر الشرطة أن هذا الشخص الذي يرتدي ملابس الأرنب قال له: سوف أقطع رأسك إذا لم تبتعد من هنا. القصتين دول حصلوا قبل أكتر من 50 سنة، والغريب إنها كانت تتكلم عن نفس الشخص ونفس القاتل بالضبط. هل معقولة إنها كانت عن طريق الصدفة؟ صراحة ما توقعش، لأن في نفس السنة اللي هرب فيها المجنون ده ابتدت تحصل القصص دي وابتدت تنتشر أكتر وأكتر. فاللي حصل إنه بعد القصتين دول الشرطة ابتدت تهتم للموضوع. يعني الشرطة من الأساس ما كانتش مهتمة بالموضوع، بس بعد ما انتشرت القصص دي في الجرايد كانوا لازم يعملوا تحقيقات، لأن الموضوع ما وقفش على القصتين اللي قلت لكم عليها قبل شوية وبس. لا، في أشخاص تانيين كانوا يبلغوا الشرطة، تقريبا أكتر من 50 شخص، والغريب كانوا يقولوا لهم نفس الموضوع، لدرجة إن الشرطة ابتدت تزهق. فللأسف أغلب اللي كانوا يتصلوا على الشرطة ما كانتش عندهم أدلة كافية، فالشرطة قررت إنها تقفل التحقيق وما تفتحوش تاني. والقصص دي كانت معروفة عند أهل فرجينيا. يعني دلوقتي لو تروح عند أي واحد من كبار السن من أهل فرجينيا هيديك قصص لما تشبع. فمن ضمن القصص اللي قالوها كبار السن اللي هناك إنه سفاح الأرنب ده كانت فيه الضحايا المفضلة هم الأطفال، وكان يستخدم الفأس في أغلب جرائمه. وأغرب حاجة سمعت عن الشخصية دي واللي خلت جسمي يقشعر كانت في اللبس اللي بيلبسه، اللي هو لبس الأرنب. على حسب كلام كبار السن إن الشخص ده كان ياخد الأرانب ويصلخ جلدها ويصنع منها الزي اللي كان يلبسه، وممكن هو ده السبب اللي خلاه يقتل الأرانب بالعدد الكثير ده. علشان كده أنا قلت لكم الموضوع ده جدا غريب. في أكتر من 3 روايات تقريبا حاجات مختلفة تماما عن اللي قلت لكم عليه في القصة الأولى، ولكن زي ما قلت لكم في الأول إنه القصة الأولى هي القصة الأصدق واللي اتفقوا عليها أغلب الناس، وأنا من وجهة نظري أتوقع إنها أسطورة
الله اعلم انت وجهة نظرك ايه؟ هل تشوف ان القصة حقيقية ولا كلها كذب؟ اكتب لي رايك تحت في الكومنتات، رايك يهمني. وبس يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وقريبا في رمضان في حلقات وقصص جاية نار، فياريت ما تفوتكش. وعلشان ما تفوتكش اشترك في القناة وفعل جرس تنبيهات عشان اوصلك. لا يا صاحبي بهزر، بس انت يعني لو عايز اشترك يعني دعم يعني، فاهم؟ واي حد عاوزني اتكلم على موضوع معين هنا في القناة اكتب لي في الكومنتات تحت، او ابعت لي على الانستجرام، او ابعت لي على البريد. شوف كم حاجة معاك يعني، ما عندكش حجة يعني. اي موضوع يخطر في بالك عاوزني اتكلم عليه خش قول لي يا كريم اتكلم عن الموضوع كذا كذا كذا، وانا اجهز لك حلقة على طول عليه يعني، مش بتفاهم. وصح يعني لو بعت لي على الانستجرام حرد عليك، برد على كله هنا. وبس يا صديقي، ما تنساش تتابعنا على كل منصات التواصل، انستجرام وتيك توك وتويتر، كلهم بنفس الاسم اللي هو جاست كريم زد. انا حتى ما مسهلها عليك، ربنا مش هديك عليه وتعمل فولو، وبالذات تروح تتابعنا على الانستجرام علشان بنزل حاجات حصريه هنا. وبس اشوفكم في فيديو الجاي على خير ان شاء الله. كان معكم كريم فراج، يلا بيس اوت.